اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. بما ان الجو برد، تعالوا نعمل حاجة تدفينا. هنعمل مع بعض شوربة العدس بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله النتيجة هتطلع معاكم هايلة. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. جبت حلة وحطيت فيها مية. لو عندك شوربة تقدري اللي انت تعملي الوصفة بتاعتنا النهاردة بالشوربة، تفرق جدا وبتخلي طعمها حلو جدا. لو ما عندكيش بقى شوربة زي حالاتي كده، هنتصرف وهنشوف هنحط لها ايه هيعزز الطعم معانا. نزلت عليهم كده بربع كيلو من العدس مغسول ومتصفي كويس. بعد كده هننزل بالخضار. معايا جزرايه وطماطمايه وبصلايه وبطاطسايه ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. كل الخضار بتاعي مقطعاه صغير بالشكل ده. تمام. هبدأ انزل بيهم كده. الخضار ده هيدي طعم حلو جدا. لو انت مش حابة حاجة من الخضار اللي انت تحطيها تقدري تستغنى عنها، بس بجد طعمهم حلو جدا في الشوربة. بعد كده هنزل بمكعب مرقة الدجاج اللي هيعزز الطعم معانا وهيديها طعم حلو. هديهم بقى تقليبة كده وهسيب الشوربة بتاعتي لحد ما تغلي بالشكل ده. هديها تقليبة كمان واسيبها بقى لحد ما تستوي. بس ما نشوفش العدس لحد الخضار نفسه ما يستوي. اهم حاجة الخضار بتاعي يستوي كويس جدا. بعد ما استوى بالشكل ده، كل الخضار بتاعي استوى بقى زي الفل. هبدأ بقى اللي انا اطفي عليه وهسيب العدس بتاعي لحد ما يبرد خالص. لو عندك هاند بلندر تقدري اللي انتي تضربي الشوربة بتاعتك في الوقت ده، ما تسيبهاش تبرد. بس عشان احنا هنضربه في الخلاط فلازم نسيبها تبرد علشان الخلاط ما يبص معاكي. بعد كده ضربته في الخلاط ناعم جدا. واهم حاجة الخضار بتاعك يبقى ناعم جدا وما يبانش معاكي في الشوربة. ضربت الكمية كلها. بعد كده جبت حلة وحطيت فيها المادة الدهنية بتاعتي. انا حطيت زيت، تقدري تحطي سمنة او سمنة على زيت او زبدة على زيت اللي يريحك. وحطيت عليها بصلاية مقطعاها صغير كده، وحطيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. احنا دايما في كل وصفاتنا ما بحبش احمر البصلة، بدبلها بس في وصفة النهاردة هندي البصلاية بتاعتنا لون ذهبي بالشكل ده، علشان هتدي طعم حلو جدا للشوربة. اول ما توصل للون ده هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. الثوم المفروم اما تحطيه مع تشويحة البصلة هيدي طعم حلو جدا برضو، غير لما اللي احنا حاطينه مع الشوربة وهي الخضار بيستوي. تمام. اول ما تشمي ريحة الثوم هتنزلي عليها بالعدس اللي احنا ضربناه. هنزل بكل الكمية. بعد كده هنبدأ بقى اللي احنا نحط الملح المظبوط بتاعنا، وبعد كده هنحط من التوابل فلفل اسود وسبع بهارات وكمون ناعم. بس ما تكتريش في التوابل علشان الشوربة بتاعتك ما تغمقش منك. تمام. حطيت كده. بعد كده هديهم تقليبة. ولو حسيتي الشوربة بتاعتك تقيلة زودي لها شوية مية. يعني ظبطي التقل بتاعها، ولا خفيفة ولا تقيلة. فانا وانا بقلبها كده حسيت اللي هي تقيلة، فهزود لها دلوقتي شوية مية. تمام. وكمان هحط لها شوية من الشطة الناعمة. لو انتي مش حابة تحطي شطة ما تحطيش، استغني عن الخطوة دي. تمام. هديها بقى تقليبة واخليها تغلي غلوة كده او غلوتين. يبقى كده الشوربة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين خلصت وما بتاخدش وقت وتحفة جدا. هنبدأ بقى نجيب طبق التقديم ونقدم الشوربة بتاعتنا فيه. احلى شوربة عدس ممكن تعمليها وتدفيكي في البرد، وحلوة جدا ولونها تحفة. وزي ما قلنا ما تكتريش التوابل علشان ما تغمقش منك. انا قدمتها بالشكل ده. هبدأ اجيب بقى شرايح ليمون واحطها كده في الجنب. تقدري اللي انت تعملي الشوربة شوربة بس كده وتشربيها. وممكن كمان تعملي احلى فتة عدس. جيبي عيش محمص بقى وتحطي عليه الشوربة ده وبصل متحمر بقى عليها وعصير ليمون وبصل اخضر جنبها، وتبقى اكلة زي الفل وغدوة حلوة جدا. ايه رأيكم بقى في وصفة النهاردة؟ عايزاكم تجربوها بالطريقة دي. لو انتوا بتعملوها بطريقة تانية، من اسهل الوصفات وبتدفي وحلوة جدا. لو الوصفة بقى عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ودعوة حلوة منكم، واشوفكم على خير دايما.